احترمك عشان الرجاله الكبار اللي قاعده دي. انت ما تعرفش طه العدوي اصلك. انت لو فتحت كتاب التاريخ هتلاقي طه العدوي في الصفحه اللي بعد الفهرس على طول. فاهمني؟ يا زهقتني اعمل حاجه جديده الله يخرب بيتك. ايه ده؟ رايح فين؟ رايح فين يالا؟ بت يا امل، انت يا بت وانا هفضل شغاله لوحدي. تعالي يا بت اغسلي معايا المواعين. ربيت امل وسنين امل، سيبوني في حالي يا جدعان. هو ما فيش غير امل في البيت ده ولا ايه؟ انت هتيجي ولا اجيبك من شعرك يا بت؟ سيبيني يا ماما في حالي، انا عايزه ارتاح. قسما بالله يا امل لو ما جيتيش لاجي اجيبك من شعرك. حاضر يا ماما، انا جاي اهو. ايوه يا ماما. ايه يا شملوله، اغسلي المواعين بدل ما انت نايمه طول النهار. يا ماما انا لسه مخلصه امتحانات، مش معقوله اجي المطبخ اغسل مواعين. يا خايبه يا خايبه، انا بعلمك شغل المطبخ علشان لما يتقدم لك عريس. عريس ايه يا ماما؟ انا مش هتجوز خالص وهفضل قاعده معاكم. هو انت هتفضلي قاعده معانا ليل ونهار؟ احنا عايزين نجوزك ونخلص منك ونرتاح. انا مش هتجوز وهفضل قاعده معاكم على طول. آه. طب اغسلي بس المواعين وسيقي الحمام واغسلي القعده حلو. طب يا ماما هو العريس هيجي امتى؟ لا يا حبيبتي، دي كانت جت فرصه وراحت خلاص. طب اغسلي المواعين وخلصي وما تنسيش القعده والحمام. حاضر يا ماما، خلاص ماشي. انا رايحه مشوار وراجعه، انا عايزه المواعين بتبرق والارضيه. والله يا زمن ما بايدينا. يا امل اغسلي المواعين حلو بقى يا امل. وانت مالك يا بايخ، ما تخليك في حالك. ايه يا اموله، هو انت زعلانه؟ والله اتجدعاني علشان العريس يتبسط منك والله. معلش يا اخوانا، ده اخويا انس البارد. هو انا هبقى بارد بكره يجيلك عريس ابرد مني؟ يا ماما يا ماما، انس معطلني. انت يا واد يا ابو ملحق، تعالى هنا وذاكر. ملحق ملحق يا ابو ملحق. على فكرة حرام عليكي تتريقي على اي حد كده، انت هتخش النار. يا ماما يا ماما، ابو ملحق مش عايز يروح يذاكر. والله يا انس لو سقطت لافضحك في البلد كلها. مش الله يستر فيك. ابو شكلك انت شرير.